في طريق في مصر الناس بتسميه طريق الأشباح. طريق عادي جدا لكنه معروف بحوادث غريبة محدش قادر يفسرها. ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. الطريق ده موجود في محافظة الفيوم وبيوصل بين قريتين، لكن رغم قصره كل اللي بيمشي فيه لوحده بيحكي حاجات غريبة جدا. ناس قالت انهم شافوا خيالات بتتحرك وسط الضباب، وفي اللي قال ان عربية كانت ماشية قدامه واختفت فجأة من على الطريق، وفي راجل حكى انه كان راجع بالليل وشاف ست لابسة ابيض واقفة جنب الطريق، ولما قرب منها لقاها مش بشر. الاهالي بيقولوا الطريق اتبنى فوق منطقة كانت مدافن زمان، ومن وقتها الحوادث فيه ما بتخلصش. الناس بتمشي وتختفي فجأة او تتخبط في حاجة مش شايفينها، وفي عربيات لقوها مقلوبة من غير سبب، وسواقها بيقول كنت ماشي عادي ولقيت نفسي طاير. في ناس بتقول ان الطريق ده بوابة لعالم تاني، وان اللي يعدي منه ممكن يدخل في بعد مختلف، وبعد ساعة او ايام يظهر في مكان بعيد وهو مش فاكر ازاي ده حصل. هل فعلا الطريق ده مسكون ولا دي مصادفات؟ قوليلي رأيكم. لو طلبتوا مني اروح اصوره بنفسي تفتكروا هرجع؟